ده مهم جدا. ومش مع بقى السوشيال ميديا اللي هي بتجيب تشهر الناس اللي هي ملهاش اي حاجه خالص. ما هو ده اللي انا عايزه اسالك بقى السؤال اللي بعده، هل الشهره السريعه ممكن تصنع مصمم حقيقي؟ بص، لو هو ذكي وشاطر واشتهر ومسك اشتغل على نفسه هيبقى شاطر وهيكمل. هو اشتهر، يعني مثلا بعض الناس اعرفهم، مثلا كان حد عندي بيشتغل واوريدي لقيته دلوقتي بيدي دروس على السوشيال ميديا. ازاي يا حبيبي انت كنت عندي ما بتعرفش تشتغل، وانت مطلعه حاليا على الميديا او السوشيال ميديا شكله غلط، فانت ازاي هتلاقي حبيبي موردين وناس بتتابعك وانت بتشتغل غلط؟ ما بني على خطا فهو خطا. فطبعا ساعات بيصدقوا نفسهم وساعات ناس بتصدقهم، وطبعا ويتشز يعني برافو وربنا معاك. لو خدت رايي لا، ادرس احسن وتعلم ازاي تستفيد وتفيد. لكن بالطريقه دي انت عايز بس الناس تبقى انت تسقف لك وتبقى مشهور وخلاص. فقلت لك في الاول الشهره اهم ولا النجاح؟ لا، النجاح اهم. ابقى ناجح واقدر اعمل حاجه كويسه، ولا ابقى مشهور. في ناس بتختار الشهره وناس بتختار النجاح. فطبعا ده، وممكن على فكره تخش الصفحه تلاقي عنده حاجات اكتر، عنده موردين اكتر مني. فانا بقدم فن حقيقي، مثلا شغل كذا، فلان بيقدم شغل حقيقي وبيتعب وراه، وانا عارف يعني مجهوده باين في عينيه وفي ايده وفي شكله ان هو راجل بيتعب على شغله. وناس تانية حاطه الفساتين وبيشتغلوا. يعني انا مثلا كان عندي في السوشيال ميديا بتاعتي كان حد عندي ماسك الصفحه فسرق الصفحه وحطها هو باسم، يعني باسم البحيري، غير بس بعض الحروف في البحيري عشان ما يفقدش المليون وشويه كان عنده. فما كملش طبعا عشان هو ما عندوش النو هاو. هيضطر يشتري حاجات صيني، حاجات سوري، حاجات فوق دماغي الناس دي كلها، بس مش هيقدم فن حقيقي. فطبعا ده بقى ممكن بقى مشهور ما اعرفش عنه يعني هو عمل ايه، بس انا لقيت ان الصفحه بتاعتي مسروقه ومحطوط عليها حروف من البحيري، غير فيها بس شال حرف وحط حرف، بس هو اللوك نفسه البحيري.